جاي فارغ في البيت بومه دي عياريه. لما لقيت التلاجة ناقصها ده كربات، بس لما وعيت له قبالك دلوقتي قلت لا لا خلاص الف هنا وشفا على قلبك. مطرح ما يسري يهري يمري جرحي. والف هنا وشفا على قلبك ذكر البط. يا ريتني سبتك تاكل البطه قالوا تموت شبعان يا عمي جرحي. صرخ يا بنت. فرحنا بقى البطة مكان عم جرح. بطة سهلة كده وسريعة ومستوية للناس اللي مش بتعرف تسلق البط ومش بتطلعه مظبوط. بطة بقى بطريقة حلوة قوي بتتبيلة خطيرة مع السلق من غير بقى خطوات كتير، ولا هتشوي ولا تحمري في النار ولا تعملي حاجات كتير. صينية رقاق بقى مورقة كده طرية حلوة قوي بتدوب دوبان، هتصرفكم في أحلى عزومة ومش هتاخد منكم وقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده بقى هنعمل بطايه حلوه كده. الاول ذكر البط بتاعنا لازم نكون غاسلينه كويس قوي، علشان التتبيله الحلوه بقى دي هنحتاج ليه واحده من القرفه وحبيتين من الحبهان، فصين من الحبهان، وملح وتوم بودر وبصل بودر وفلفل اسود ومرقايه ماجي. عندنا بقى بصله متقطعه وبعدين كرفس وطماطمايه وجزرايه. الاول الحله بتاعتنا ما فيهاش اي حاجه، يا دوب سخناها. هننزل البطايه بتاعتنا تاخد صدمه. نقوا حله تكون كبيره شويه كده يعني علشان تاخد البطه ما تعذبكوش زي حالاتي كده. هنديها صدمه بمجرد ما يدوب بس تبدا تاخد لون اصفر بسيط. احنا مش عايزينها تاخد لون جامد ولا حاجه علشان جلدها ما ينشفش، احنا بس لو في دهون زياده او حاجه هتنزل وخلاص على كده. عايزه اقول لكم بقى التتبيله دي هتدي ريحه وطعم حلوين قوي للبطايه. البصل الاخضر مع الكرفس هيدوها تتبيله حلوه قوي وطعم لطيف. بالميه المغليه بقى كده وهنغطي البطه بتاعتنا وهنرفعها على النار تستوي. البطايه لو كبيره شويه في السن هتاخد منكم وقت، يعني من ساعه ونص لساعتين الا ربع. البطايه بتاعتكم لو حجمها كبير وسنها صغير زي اللي عندي دي فهي ساعه وربع بالظبط هتكون مستويه وكويسه جدا، مش هتحتاجوا عليها يعني تتاكدوا ولا اي حاجه. اللهم بارك. بصوا بقى طالعه حلوه جدا، شوربه مظبوطه بمقادير حلوه كده، ريحتها خطيره، مفيش بقى ولا اي زفاره ولا اي حاجه. هنعمل ميكس كده ما بين الزبده والسمنه وهنحط عليهم فلفل اسود وتوم باودر ورشه صغيره من الملح. هندلك بقى البطايه بتاعتنا حلوه قوي كده بقطعه الزبده واحنا ماسكينها جوه ايدينا، بره بقى وجوه علشان نديها طعم. هندخل البطه الحلوه دي بقى كده تحت الشوايه تاخد لون، ونعمل صينيه الرقاق مع بعض. هنحتاج لكوبايه من المواد السائله، هناخد منها كوبايه الا ربع على جنب ونشيل ربع كوب. ربع كوبايه ده هنحط عليه بصلايه كبيره متقطعه. ممكن في الخطوات دي تستعملوا زيت بس او سمنه بس او زي حالاتي كده ميكس ما بين الزيت والزبده والسمنه. عندي بقى هنا ربع كيلو من اللحمه المفروم، سوري نص كيلو من اللحمه المفروم. تقدروا تقللوا او تزودوا طبعا على حسب رغبتكم، ولكن نص كيلو لصينيه كبيره هيكون كويس قوي. ربع كيلو لو الصينيه كويسه برضو هيبقى حلو. البهارات بتاعتنا اللي هنحطها على الفراخ شايلينها على جنب. الرقاق بقى بتاعنا لازم نتأكد كويس قوي ان احنا بنلفه، كل ورقة كده هنخليه. حطينا بقى ملح وبابريكا وتوم باودر بصل باودر وفلفل اسود. شوحنا بقى اللحمة بتاعتنا كده لما اتعصجت واتفلفلت كده مع البصلاية وخدت طعم وريح حلوين قوي. هنسيبها بقى شوية على جنب وهننزل بمكعب من المرقة وعليه كوبايتين من الشرب. هنعمل تشريبة حلوة قوي فركزوا فيها. مكعب المرقة هنا هيدينا طعم حلو قوي وتست قوي. ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هو ده اللي هيخلي الرقاق بتاعكم يبقى طري كده ومش ماسك في بعض. عندي نص كوباية من الحليب، وعلشان الحليب بتاعنا ما يكتلش معانا هننزل عليه الاول الشوربة وبعدين ننزله، يعني هنخلط الاول شوية شوربة مع الحليب وبعدين ننزله. الكوباية الا ربع بقى اللي عملناها ميكس ما بين الزبدة والسمنة والزيت كده على بعضها هنبدأ ندهن الصينية بتاعتنا من تحت. هنمسك كل رقاقة كده علشان نسهل على نفسنا ونطبقها لأربع أو 5 أجزاء، مش متذكرة قوي احنا طبقناها على كام، عد انتوا بقى. هنزلها كويس قوي في التشريبة اللي عملناها وبعد كده هنفردها جوه الصينية واحدة واحدة بقى كده. ركزوا أنا بعملها ازاي. افردوها من تحت على وشها علشان لما تيجي تاخد لون تبقى حلوة، الحروف الحمراء دي ما تتحرقش منكم وما تبقاش غامقة كده ومش حلو. هدهن كل طبقة بالزبدة 4 رقاقات فوق و4 رقاقات تحت، يعني 4 ورقات من الرقاق فوق. تاني بنزلها في التشريبة، بفرد كل ورقاية وبدهنها بخليط الزبدة اللي احنا عاملينه، بنفردها كويس قوي. لما بقى الطروف بتاعتكم تلاقوها عالية كده ومش متظبطة، بالسكينة هنقصقص كل الحروف دي وهنفردها في القلب، يعني مش هنرميها ولا اي حاجة،
هنديها برضو كده تشريبة كويسة من السمنة بتاعتنا او الزبدة بتاعتنا اللي عملناها، وهننزل عليها اللحمة المفرومة. هنوزعها بقى، وفي الوقت اللي احنا بنعمل فيه صينية الرقاق الفرن بتاعنا يبقى شغال على حرارة 220. يعني الرقاق بتاعنا علشان ما يلزقش منكم في الصينية من غير ما تبطنوها ولا اي حاجة لازم تدخلوها على نار سخنة، هتطلع معاكم حلو قوي. بعد ما وزعنا اللحمة هنفرد بقى الورقة، برضو نزلناها في التشريبة وهنفرد. لو في اي زوايد هتشيلوها، ما تقدروا تستغنوا عنها تشيلوها في الفريزر او تأكلوها للولاد كده زي حالاتي من على الوش وتخلوها. ظبطناها بقى كده، واخر ورقة بتاعتنا بفكركم ان ما بين كل ورقة وورقة بندي دهنة خفيفة كده من الزبدة. هنيجي بقى بايدينا كده من الطروف بنرفع الرقاقة من تحت وندخل الورقة اللي على الوش. يعني ايه؟ يعني بنخلي الورقة اللي فوق كبيرة شوية وبنغطيها كده من الجوانب، يعني بننزلها زي الفطيرة كده علشان تطلع معانا مظبوط. هنبدأ بقى نقطعها كده تقطيعة حلوة زي ما انتوا شفتوا، بسكينة تكون حامية شوية، التقطيعة اللي تناسبكم. المربعات دي كويسة وتقدروا تعملوها مثلثات، اي تقطيع. هتاخد بالظبط في الفرن معاكم نص ساعة وهتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ده يبقى كده ومورقة هتطلع معاكم حلو. تقدروا تقدموا الأكلة الحلوة دي مع شوية رز محمر، مع شوية مكرونة محمرة، شوية سلطة، رز بسمتي، ملوخية، أي حاجة تحبوها. ولكن عايزة أقول لكم إن فعلا فعلا هتبقى من أحلى المرات اللي تعملوا فيها بط ورقاق. جربوا الوصفة واتمنى رأيكم. وصحة صحة وهنا.